السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم غنقدم لكم بريوش قطني كيجي خفيف بحال الريشة ولذيذ بزاف بزاف. غير جربوه ما غتندموش عليه. نبداو على بركة الله. غنحتاجو في البداية 2 كيسان ديال الحليب دافئ، معلقة ديال الخميرة الفورية، خميرة ديال الخبز، واحد ساشي خميرة الحلويات، واحد بيضة كاملة تقدروا تستغناو عليها، واحد ساشي د الفاني، وواحد ساشي ديال فلون بنكهة الموز. هنا 4 المعالق حتى ل5 ديال السكر سنيدة. غنحركو كلشي حتى كيندمجو جميع العناصر وكتذوب الخميرة. في هذه الوصفة نقدروا نعوضوا الحليب بالماء دافئ أو بعصير الليمون، وكذلك نقدروا نستغنوا على البيض او نستعملوا بياض بيضه، والاصفر نخليوه باش كندهنوه من الفوق. هنا غنضيف كأس ديال الدقيق الابيض الفورز، ونحركو كلشي حتى كيندمجوا جميع العناصر. هنا انا نسيت ما ضفتش الزيت، فعاد غنضيفه في الاخر، ماشي مشكل، المهم نتوما تقدروا ديروه في الاول. انا كنضيفو غير ربع كاس ديال الزيت كافي لهاد الوصفه، وكنحركو مزيان وكنخليهم نغطيهم بالسلوفان ونخليهم واحد 5 دقائق او 10 دقائق حتى كتفاعل لينا الخميره، وعاد نجمعوها بالدقيق، عاد نجمعوا الخليط ديالنا بالدقيق. صافي دابا من بعد ما دازت 5 دقائق او تقريبا جايه ل10 دقائق، فغادي كيف كتشوفوا فكتنفخ كتفاعل الخميره. فغنبدا نضيف الدقيق، عاد غادي نزيد الملحه، تقريبا الملح كيبقى الكميه بحال اللي كنديرو في الخبز او اقل غير بشويه، لانه كيجي واحد المزيج ما بين الملوحه والحلاوه، كيجي لذيذ بزاف. فما غنديروش غير قبيصه، فكنديرو تقريبا نصف معلقه هكذاك او على حسب الكميه اللي عندنا. هنا غنضيف الدقيق تدريجيا، وانا كنجمع في العجينه، يعني كتكون عجينه مرخوفه خفيفه، ما كتكونش قاصحه او ثقيله، يعني ما تكونش بحال تاع الخبز، فكتكون خفيفه. وملي كنبغيو نديروها كويرات فكنساعدو كندهنو يدينا بالزيت باش كتساعدنا. قد ماش كانت خفيفه كتجي هاد البريوش ديالنا كيجي خفيف وقطني. هنا من بعد ما سالت خدات لي 3 كيسان ونص ديال الدقيق، عاد الكاس اللي استعملت في الاول هي 4 كيسان ونص. هنا غنضيف واحد معلقه ديال الزبده، عفوا الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، غير كندخلها شويه بحال هكذا في العجينه، ماشي بالضروره ندلكها. فهاد العجينه ما كتحتاجش تدلك نهائيا، لانه من الاول خلطنا السوائل هما الاولين، عاد ضفنا الدقيق. فهنا من بعد ما حركنا الزبده كنخليوها ترتاح حتى كتطلع مزيان بحال هكذا، تقريبا ربع ساعه 20 دقيقه على حسب الجو. اولا كنتو زربانين ندخلوها الفران اللي كيكون سخون وطافي، وتخليوها مده اقصر، مهم ما كتحتاجش وقت بزاف. صافي من بعد ما كتنفخ يعني كتخمر، عاد ناخدوها بحال هكذا وكنديروا منها كويرات، كنساعدو بالزيت. هنا غنحتاج الشكلاط والزيت ولاطه اللي غنوضع فيها، غادي نقطع كويرات على هذا الشكل وكنوضع فيهم قطعه ديال الشكلاط وكنوضعها في اللاطه، وحنا كندهنو يدينا بالزيت مع العجينه كتكون خفيفه بزاف، يعني كتلصق في اليدين حتى كنكملوا جميع الكريات. هنا بعد ما كملتهم في الدكوار غنخليها في الفران اللي كان طافي ودافي على ما كملت الكريات اللي باقي ليا. صافي وكنجبدها يعني واحد 5 دقائق، وكنجبدها كندهنها بصفار البيض مع القهوه سريع الذوبان مع قطرات ديال الخل باش كيحيد هذاك الزفوريه ديال البيض، وكنرش بهذا الجنجلان بيض. صافي وكندخلها مباشره للفران، كطيب على عافيه متوسطه، غير من التحت كنشعلها في البدايه غير من التحت حتى كتحمر من التحت وكتنفخ، عاد كنشعل عليها من الفوق وتاخذ غير اللون لانه مدهونه بالبيض، فكتاخذ اللون بزاف غامق قبل ما كطيب، لذلك كنشعلوا ليها غير من التحت حتى كتنفخ لينا وكتبدا كتاخذ لون ذهبي من التحت، عاد كنشعلها للفوق. اما لا تحمرت من التحت فكنطفي التحتاني وكنخلي غير الفوق حتى كتاخذ اللون ذهبي.
باش ما تزيدش تحمر من التحت بزاف. وكل واحد كيعرف الطياب ديال الفران ديالو. هنا من بعد ما خرجتهم كندهنهم بالعسل وكنرشهم بكاوكاو وكيجيو على هذا الشكل، يعني كيجيو رائعين خفافين وفيهم واحد النكهه لذيذه ديال الفلون بنكهه الموز اللي تقدروا تعوضوه بالياغورت او بالفلون بالنكهه اللي كتفضلوا. كيف كتشوفوا كيجيو خفافين رطبين بزاف بزاف وهشاش وقطنين من الداخل. هنا ورق المطبخ كيساعدنا بزاف باش كنهزو الورق وكنقلبوهم من التحت فاش كيكونوا كيطيبوا في الفران، يعني بلا ما كنحركوهم كيسهل علينا بزاف. غير تبعوا الطريقه ديال الطياب والطريقه ديال التحضير وغيجيكم زوينين بزاف. وهنا وصلت لنهايه الفيديو. الى عجبكم ضغطوا على زر لايك. وبالنسبه للناس جداد الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، ما تبخلوش علينا باشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، خليتكم على خير.